بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى في فيديو جديد هنشرح فيه تشغيل طرمبات فاير جارد قدرة 1000 جالون. دي بالنسبة لنا المجموعة يعني في تصميمها تصميم يو ال، ولكن هي نانو ال. عندنا هنا طبعا ترتيب الطرمبات. هنا في ريليف راكب، محرك الديزل. طبعا محرك الديزل احنا اتكلمنا فيه كتير قوي، احنا دايما طبعا بنتكلم في شرحه. هنا المارش، وده كتاوت مارش، ده الكتاوت للمارش، وده برضو كتاوت جاي مع المعدة، ولكن علشان طول المسافة وبعد المسافة أنا ركبت 2 كتاوت ورا بعض، ولكن يعني فكرتها ليها فحوى كويس علشان الإشارة في مسافة بعيدة بين اللوحة، فإحنا بناخد الكونتاكت ده على ده توازي ورا بعض، بحيث إن إحنا نحافظ على إشارة الجهد عشان ما يحصلش معانا دروب فولتج. طبعا المحرك الكهرباء 125 حصان 90 كيلو واط. هنا الكيلو واط واضح، هنا الاتش بي هورس باور 125 حصان. الامبير 94 امبير. دي لوحة الديزل، يعني احنا المسافة اهي، ده الديزل، ودي لوحة الديزل. هنا الكابلات مشدودة في الارض. تايم للمارش، تايم ديلي اوف. الريلي ده يستخدم معاهم في الالارم، لسه اطرافه ما توصلتش في الارم اللوحه. لو هو الديزل اشتغل بيديله سيجنال يقول له ان انا اشتغلت في ايه، ياخد باله مع لوحه الالارم. طبعا هنا الريلي ده خاص بالبريشر، والريلي ده مارش، وده ريلي البطال. هنا طبعا دي لوحه الجوكي، برضو الريلي اللي راكب هنا عندنا ده خاص بالانذار علشان يربط بيه الانذار معه. هنا لوحة المحرك الكهرباء، وهنا شغالة سوفت ستارتر، مش شغالة ستار دلتا كالمعتاد. هنا عندنا فاست سيكونس، اندر واوفر وفيلير وسيكونس. بعد كده عندنا برضه فاست سيكونس تاني للسيكونس والفيلير عكس الفازات او سقوط الفازات. ده السيتنج بتاع السوفت ستارتر، ده الاكسلريشن تايم، زمن الاقلاع. هنا عندنا يعادل زمن الاقلاع في التايم بتاعه. هنا زمن الهبوط او الاندر معانا، ودي التايم بتاعه. هنا الاوفرلود، وهنا تايم الفصل بتاع الاوفرلود. هنا الازرار ده للمين ان انا اعمل ريست، وهنا ريست لو في عندنا اعطال. هنا عندي اللمبه بتاعت الاوفرلود، وعندنا هنا لمبه الاوتو بتنور. ده بالنسبه للوحات بتاعت الطرمبات. هنا عندنا بره اللمبات اوفرلود، تمام. بعد كده اندر فولتج. هنا عندنا فاست سيكونس. هنا الرن ال 24 فولت، ودي جايه من على السوفت ستارتر. لمبه الاوتو لو احنا في وضع الاوتو، طبعا في وضع المانوال احنا بنشغل ونبطل. وده الستارت والستوب بتاعنا. لو انا عايز اشغل في اليدوي اشغل. الميزه هنا عندنا في السوفت ستارتر ان هو بيسحب الموتور في الاكسلريشن تايم، ياخد الموتور تدريجي، ما بيقومش زي الستار دلتا من زيرو كارنت لاعلى كارنت. فطبعا السوفت ستارتر بيريح معانا المعده وبيشتغل معانا في الميكانيكا كويس.
فحتى في زمن التباطؤ او الايقاف بيدي معانا وقت اهو. واضحه معانا لمبه الستارت والستوب بتقيد وتطفي معانا في عدد التشغيل والايقاف. ده الشكل تاني اهو. غرفة يعني بصراحة الواحد أول مرة يدخل غرفة بالعظمة دي يعني. حتى مركبين هنا معانا فيها في المضخات علشان لو الضغط زاد. ده ريليف برضو على الجوكي، وريليف هنا على الكهرباء عشان لو الضغط زاد برضو يحصل تصريف معانا. وطبعا الريليف الكبير اللي راكب على الديزل هناك. وده شغل المكتب الهندسي. مقركم فين هندسي؟ المقر في العاشر من رمضان. معانا الاستاذ سيد من المكتب الهندسي، وفي طبعا اكيد المهندس بلال المدير التنفيذي للموقع. هنسيب ارقام تليفوناتهم ان شاء الله في التعليقات او في الملحوظات في الفيديو ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.